أنا محمد محمد جبار. وشنو هي الموهبة تاعك محمد؟ محمد نحب الأذان، كنت تحب الأذان؟ أذان. ما شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. أنت تأذن مليح أنت؟ نأذن بمدينة مدية والناس تعرفني بلي نأذن لاباس ما شاء الله ما شاء الله. مؤذن متطوع ولا؟ مؤذن متطوع نعم. متطوع. نعم. والأذان اللي تأذن به وش من المقام يعني؟ نجيب أنا عندي نحب المقامات بزاف، نحب مقام الرصد، نحب المقام المغاربي. أعطينا مقطع بصوتك الجميل بأذان الرصد. نجيب لك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الله هذا مقام الرصد. هذا مقام الرصد. الله يبارك. ومقام الحجاز. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله صوتك جميل. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك. ربي يحفظكم الله. ما دمت أنت عندك هذه الموهبة في الأذان راح نعطيك سؤال حول الأذان. تفضل. ممكن على بالي تفوز معنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. من هو أول مؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو بلال بن رباح. هو بلال بن رباح صحيح. وعنده قصة شهيرة، هو أنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الأذان ثم هاجر إلى الشام، وبعدها زار المدينة المنورة، طلب منه عمر بن الخطاب أن يؤذن من جديد فأبى، ثم أصر عليه عمر بن الخطاب فأذن، فلما وصل إلى عبارة أشهد أن محمد رسول الله أجهش بالبكاء وبكى كل الصحابة. تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة صحيحة، بس نزيد لك سؤال. نعم. في الأذان شكون أول مؤذن مكفوف؟ وهو عبد الله بن مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم. صحيح. نعم. مكفوف. نعم. كان يؤذن في الأذان الثاني في الفجر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال يؤذن في الليل أو بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. بارك الله فيك. أعطني جائزة. الله ما شاء الله. ربي يحفظك.